لو انت فاكر ان اللي حصل السنه دي ده حاجه غريبه، ففي سنه 2004 حصلت 13 معجزه كرويه. عندك مثلا نهائي دوري ابطال اوروبا كان ما بين بورتو وما بين موناكو، واللي خد البطوله في السنه دي هو بورتو. منتخب اليونان مثلا خد اليورو، ومنتخب تونس كسب افريقيا لاول مره في تاريخه. ارسنال مثلا اللي كسبت البريمير ليج لاول مره في تاريخها وبدون ولا هزيمه، وفالنسيا اللي خدت الدوري الاسباني والكاس. وفي السنه دي فيسنتي خد افضل لاعب في الليجا، واتحاد جدة خد بطل دوري ابطال اسيا بعد النهائي المعجزه. اتحاد جدة في الذهاب خسروا 3-1 والماتش ده كان في جدة، انما في العوده اتحاد جدة قدر ان هو يكسب 5-0 على ملعب سيونجنام الكوري. ونرجع تاني لفالنسيا اللي خدت الدوري الاوروبي لاول مره في تاريخها، والنهائي كان قصاد مارسيليا. وفيردر بريمن اللي قدر يكسب البوندسليجا وكمان كسب الكاس. ونابولي اللي قدر يكسب الدوري السنه دي في 2004 كان افلس ونزل لدوري الدرجه الرابعه. ميدلسبرا مثلا اللي حقق كاس الكاراباو ودي كانت اول بطوله في تاريخه. عندك الزمالك اللي قدر يحقق الدوري المصري، مش دي المعجزه ان هي كانت من غير ولا هزيمه. والنادي انيمبا النيجيري كان بطل دوري ابطال افريقيا بعد النهائي اللي كان قصاد النجم الساحلي.